اوعى تكون مش في ريليشن شيب ومانع نفسك من المتعه الحقيقيه. فايتك انت احساس الديت وصور القص اللي بتتعمل دي بتبقى خراب يا معلم. انزل يا اسطى وصاحب هنا وهناك، ده حقك يا ابني، عادي يعني. خش علاقات وجرب، مش هتخسر حاجه اهو. بالمره تاخد خبرات لمراتك المستقبليه. ولا مراتك ايه بقى، هو حد هيعرف يتجوز في الظروف دي؟ ده انت عايز لك اقل حاجه ولا نص مليون. فلو حتى واحده من اللي هتمشي معاهم فاقت من الغيبوبه وعايزه تحافظ على نفسها لا سمح الله، ودخلت لك في سكه جواز ودخول البيت من بابه وبتاع، اخلع يا معلم. ولو على الخلعان عادي، في بدل الحجه مليون. ما تقوليش بقى انه حرام وذنب كبير ويترد لي في اختي وفي قريبتي وكلام من ده. عمي انا سمعت الشيخ بيقول ولا تزر وازره وزر اخرى، يعني كل واحد بشيلته. وهي معناها كده، وانا هطبقها في حياتي كلها. وبعدين انت كده كده هتنوي انك تتوب، فقشطه يعني. فلو انت متفق مع كلامي فلا مؤاخذه انت مختل عقليا وعايز يتعمل لك ابديت في الدين واساسياته. اما لو انت في نص الفيديو كده اتضايقت من كلامي وكنت بتحاول تشتمني، فربنا يكتر من امثالك وربنا يثبتك على طاعته يا حبيب اخوك.